البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غادي تسولوني على الغياب البنات، غير قدروا ظروفي. بنيتي اللي كتمونطي لي عندها امتحانات، الله يسهل على البنيات كاملين والله يفرح الجميع. كما كتشوفوا ان شاء الله فيديو اليوم كله طاقه وحيويه، ديما الطاقه الايجابيه، ما عندناش العجز وما عنديش البخل. كما كتشوفوا شاركت معكم فطور من المحل ديالي البنات، اجيو تفطروا معايا، يعني فطور صحراوي بالمعنى الكلمه. زيدوا شوفوا بالنسبه لهم البنات ان شاء الله باذن الله فطرت بالكبده والدروه البنات، هي الدروه ديال الجمل وهذه الكبده البنات، واخا شويه غاليه في الثمن وين البنات صحيه كتنفع. والخبز ديال افانو تبارك الله ما شاء الله جبتو سخون، يلاه جبدوه من الفران. وهنا البنات غنشارك معكم اللبن ديال الساقيه اللي معروف مدينه العيون، يعني متداول كامل الناس يعني مستعمل تبارك الله ما شاء الله بكثره تيستعملوه الناس ديال الصحراء. وهذا الشيء اللي كاين، ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم يا ربي ويعجبكم الفيديو ديال اليوم انا اللي قررت ما غاديش نمونطي الفيديو، غنهضر معكم مباشره. نتمنى نكون خفيفه يا ربي، وشكرا على التعاليق الزوينه، وشكرا على التعاليق يعني على الدعم ديالكم ليا. الله يحفظكم ليا والله يكبر بكم كما كتكبروا. واجي نخوي لكم واحد الكاس. صافي البنات كما كتشوفوا اليوم شاركت معكم الخبز من المحل ديالي. بالنسبه للخبز البنات خدمته اليوم بالنخاله تبارك الله ما شاء الله، جا زوينه الاخوات. ولا بغيتوا الطريقه ديال الخبز كما قلت لكم ديما ساهل ماهل، كنخدم معكم الحاجه السهله تبارك الله ما شاء الله. شوفوا الخبز كيفاش جا البنات، ما نقولش لكم كيشهي. بالنسبه للثمن غتسولوني البنات على الاثمنه ديال الخبز، كنبيعو ب2 دراهم ونص. بالنسبه ديال النخاله حتى هو نفس الثمن. وان شاء الله غادي نخدم ديال الشعير وغنشاركوا معكم ان شاء الله. ها نتوما البنات الطريقه، واخا عندي الفران شويه صغير ماشي مشكل، غادي ان شاء الله غادي مستقبلا نختي فران كبير الاخوات. ها الكرسي باقي كيخمر، دابا غير نحيد الخبز غادي ندير الكرسي هو يخمر. وغنخدم ان شاء الله الرفيسه، عندي واحد لاكوموند ديال الرفيسه حتى هي. وعندي اليوم ان شاء الله واحد لاكوموند اخرى غنشاركها معكم، ما غنبخل عليكم بوالو، داكشي اللي كنعرف غنقولها لكم. وهنا البنات كما كتشوفوا غادي نرجع للمسيمنات عامرين ديالي، غادي نعمرهم اللي غادي يداروا في الفران بحشوه زوينه ورائعه. كتجي فنه البنات هاد المسيمنات هادو، يعني حشوه ساهله ماهله كما شاركت معكم في الفيديو اللي من قبل. اليوم كما شفتوا البنات ما قدرتش نكمل لكم الهضره لان المحل الشارع بدا كيعمر والمحل بدا كيعمر ما قدرتش البنات باش نكمل الهضره ديالي لان كاين الصداع، ما غاديش تسمعوني اكثر واكثر. ايوا هادشي اللي كاين. شو هاد المسيمنات البنات والله العظيم اللي كيشهيو ملي كيطيبوا. ملي ساليت المسيمنات ديالي غادي نرجع للرفيسه، لا كومود ديال الرفيسه غادي نخدمها من المحل وتشاركتها معكم حتى هي. ما تنبخلوا عليكم بوالو، داكشي اللي تيدوز في النهار ديالي راه كندوزو معكم. واخا كتدخلوا عندي شي تعاليق قالوا لي يعني كنكبر يعني كنطول في المقدمه. لا البنات انا ماشي مساله كنطول في المقدمه، كنبغي نشارك معكم اللي طاي من المحل، ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه. وهنا غادي نرجع للبطبوط ديالي كنكرسو. الاخت اللي معايا راه خدامه في الملوي الصغير، جاتنا واحد لاكوموند ديال الملوي الصغير غادي نخرجوها. وديما الانسان ديما كنقولها لكم ونعاود نقولها لهم، يتوكل على الله وما كيكون غير الخير. الاخوات تنشكركم بزاف على التعاليق الزوينه اللي دخلت عندي من قبل، الاخوات اللي يشكروني والله العظيم. انا يعني انا كنشكركم، الله يسهل عليكم، الله يكبر بكم كما كتكبروا بيا، والله يحفظكم ليا يا ربي. والله الا توحشتكم الاخوات، يعني هذا الغياب صراحه كانوا ظروف كما قلت لكم، بنيتي عندها امتحانات، الله يسهل على البنيات كاملين على الوليدات كاملين. واللي صراحه اللي كما كنقولوا اللي زرع شي حاجه راه كيحصدها في نهايه السنه، الله يفرحهم باش يفرحونا يا ربي، لا يحرم شي واحد من هذا النجاح هذا. وهنا كما كتشوفوا المسمن ديال الشحمه كنخدموا. هذا المسمن تا هو ديجا قلت لكم صراحه تيجي رائع في المحل، يعني بواحد الحشوه رائعه بالخضره الخضراء كما قلت لكم. يعني الحشوه عندي ما كنطيبهاش في المحل، كندير غير ديك الحشو يعني الخضره خضراء باش كنخدم. ايوا هادشي اللي كاينه البنات. نتمنى نكون خفيفه على قلوبكم يا ربي، وينال الفيديو ديال اليوم الاعجاب ديالكم. هنا غادي نرجع البنات باش غنشارك معكم ان شاء الله باذن الله المسمن من المحل، بطريقه باش كنخدم المسمن. يعني الطلب ديال واحد الاخت اللي عندها المحل قالت لي حاولي ما امكن طولي شويه في الفيديو، واليوم ان شاء الله غنطول في الفيديو ديال المسمن وغنشرح لكم اكثر واكثر. هنا عندي الفرص والفينو وعندي العسل والملحه. ديما يا البنات في المسمن غلبوا الفينو على الدقيق الفرص. ديما يعني الا درتي 2 فرص حاولي ديري 2 ونص ديال الفينو
ولا ديري جوج باش يجيك هو هذاك يعني السر ديال المسمن ولا في الملوي. يعني ضروري الفينو يكون كثر البنات، كيغلب شويه الفينو على الدقيق. وهنا البنات غادي نعجن بالماء بارد ديال الروبيني كما كتشوفوا. صافي غادي نبدا نعجن فيه. بالنسبه لهاد العجينه البنات غير درت معكم فيديو باش تشوفوا، يعني بالنسبه لهذا غير في الديور، اما بالنسبه للمحلات راه كنديروا العجينه الكبيره، راه غادي نشاركها معكم. يعني العجينه كبيره البنات في المحلات. والسر اللي تيكون كما قلت لكم هو انكم تغلبوا الفينو على دقيق الفرص باش تيجي المسمن ديالكم هشيش وما تيجيكمش قاصح. واخا يبقى البنات في الفيترينا تا ساعه جوج سوايع كتهزي كدفي تيجي هو هذاك. واليوم ان شاء الله كاينه واحد الخلطه عجيبه، بغيتكم تجربوها وترحموا ليا والديا وتبارطاجيوها مع صحاباتكم وخواتاتكم وعائلاتكم. الاخوات اللي عندهم المحل بارطاجيوها الناس اللي عندهم المحلات يخدموا بهذه الخلطه، صراحه كتجي رائعه. هنا من بعد ما ساليت البنات العجينه ديال المسمن غادي ندير ليها السلوفان ولا بلاستيكه عاديه نخليها ترتاح. المسمن قد ما ارتاح البنات قد ما تيجي صراحه رائع. خلوا عجينه المسمن ترتاح. هنا جبت العجينه ديالي من العجانه هذه ديال المسمن الاخوات، هذه ديال المحل كما كتشوفوا. غادي نعاود ندلكها، واخا جبتها من العجانه غادي نعاود ندلكها حتى تولي تبان ليا يعني في هذوك منبله. صافي البنات هنا غادي نخليها حتى هي ترتاح ومن بعد غادي نبدا نقطع. ها هي البنات تبارك الله ما شاء الله. يعني بديت كنقطع فيها لان كما كنقول لكم راه صعيب عليا نصور الفيديو ونخدم في المحل. يعني راه واخا ما تنديرش لكم بالتفصيل وبالتدقيق، راه كندير لكم لقطات اللي كافيين باش توصل الفكره عندكم اكثر واكثر. هنا البنات من بعد ما قطعت العجينه كامله، تعاونت انا والاخت اللي معايا قطعناها كامله سرحناها فوق البوطاجي. غادي نغطيوها بواحد البلاستيك ونخليوها ترتاح. كما قلت لكم راه اسرار ديال المسمن ولا الملوي ان العجينه خصها ترتاح من قبل، وفي التقطيع ديالها خليوها ترتاح اكثر. وهاد الخلطه يا البنات غادي نشاركها معكم كما قلت لكم، يعني سر من اسرار المحل ديالي ما غاديش نخبي عليكم، وداكشي اللي كاين غادي نقوله لكم. هنا كما كتشوفوا عندي الزبده اللذة غادي ندير باكيه وغادي ندير الزيت كما كتشوفوا. غادي تخويو الزيت والزبده يعني نص. دابا الزبده كامله غادي ديروا فيها نص زلافه ديال الزيت، وغادي نديروا المكونات كاملين في الخلاط الكهربائي في مولينكس ديالكم ولا اللي كان عندكم. غادي تخلطوا هاد المكونات كاملين حتى تحصلوا على واحد لا كريم ولا واحد البوماده صراحه كتجي رائعه في المسمن. كما كتشوفوا البنات طحنوها مزيان حتى تتخلط هذيك الزبده والزيت تولي تبان لكم بحال لا كريم. لا كريم محطوط ها نتوما كما كتشوفوا. دققت لكم هنا الفيديو صراحه الله غادي ترحموا لي والديا اليوم والله العظيم. تشاركوها يا البنات وتشاركوها مع الحباب ديالكم مع اصحاباتكم المحل الناس اللي في المحلات. هاد الخلطه راه عجيبه وسر من اسرار المهنه ديالي قلتها لكم اليوم. هنا بالنسبه للفينو البنات درت فيه واحد الخماره حمراء باش غادي نبدا من الداخل. صافي عندي لا كريم كما قلت لكم هاد البوماده هادي ولا هاد لا كريم هادي اللي كتجي صراحه رائعه. والفينو غادي ديروا فيه خماره. هنا من بعد ما سرحت العجينه كامله يعني صافي يعني تلقاتها البنات غادي نبدا نقرص بهذه الطريقه هذه. البنات راني كنصرع في الخبيز لان هكا حالنا في المحل ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه. الطريقه باش كنخدم في المحل كنخدمها في الفيديو ان كما كنقول لكم راه الا جيتي تغفلي غير شويه صافي كتلقاي راسك انك وحلتي. ديما الزربايه البنات في المحل السرعه الدومين ديالنا كيبغي السرعه. وهنا كما كتشوفوا صرحتها كامله على سطح العمل حتى بداو تيبانوا لي دوك النفيفيخات في المسمن ديالي كما شفتوا راه وريتكم. وصافي غادي نديروا داك لا كريم هو الاول ونديروا الفينو ديالنا وغادي نطويوها بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. نفس الطريقه البنات طبقوها بهذه المكونات هادو وغادي يكون واحد النجاح كبير في الاخر. وفي هاد الثانيه كما تشوفوا ديروا ثاني داك لا كريم ودردروا ثاني داك الفينو والخماره. وغنعاود ثاني ان شاء الله باش تشوفوا اكثر يعني باش توصل الفكره اكثر واكثر. يعني السر البنات سرحوا العجينه مزيان ما تخليوش العجينه تكون يعني مجموعه. تسرحوها قد ما لقيتو فوق الطبله ديالكم ولا فوق البوطاجي. وبالنسبه للاخوات اللي على برا عندهم بوطاجيات اللي في الديور تا هما الامهات الاخوات يعني سرحوا العجينه ديالكم ورحموا لي والديا تبارك الله ما شاء الله. هذا المسمن ما شهيتكمش فيه الاخوات تيجي مورق وهشيش واحد الهشاشه والله العظيم. صراحه واحد الهشاشه رائعه. واخا يبقى حتى يومين 3 ايام شي يبقى عندك في دارك يومين 3 ايام ديري فريغو وتجبديه تسخنيه لوليداتك بحال يلاه خبزتيه. اقسم لكم بالله الا مجربه واكيده وهادشي كنقول لكم يعني صحيح ما كنكذب عليكم ما والو.
صافي البنات كندهن ثاني هنايا في الثنيه الثانيه صافي وتنخليه يرتاح. هنا البنات السر اللي تيكون ثاني هنايا خليوه يرتاح وتكون المقله ديالكم سخونه من قبل يعني تكون مسوحه ما يكون فيها لا قمح لا والو، وتبداو تخبزوا تبارك الله ما شاء الله كما كتشوفوا. راه الفيديو شاهد على كل شيء. تيجي واحد المسمنه الاخوات ما شهيتكمش فيه والله العظيم. هنا البنات واحد الحاجه غنقولها لكم، ملي تخبزوها ملي تلقوها في القريه حاول ما امكن دوك الجنيبات تضغطوا عليهم ديال المسمنه المربعه، ما تخليوش دوك الجنيبات يكونوا شويه منفوخين باش ما يجيوش معجنين. وهنا كما كتشوفوا غادي نرشها بواحد رشيشه ديال الزيت وغادي نقلبها. شوفوا الجناب البنات، هذا الفيديو راه كما وريتكم هذوك الجناب حاولوا ما امكن تضغطوا عليهم مزيان. وهنا كيف شفتوا غادي ندهنها بشويه ديال الزيت وغادي نقلب المسمنه ديالي. ها هي البنات قلبتها. وشوفوا البنات النفخ تبارك الله كي جات منفوخه في القريه. شوفوا راني قلت لهم دققوا لي هنايا الاخوات اللي كيصوروني بنيتك لا دققي هنايا الفيديو باش يشوفوا داك النفخ اللي جا في ديك المسمنه. صافي البنات غير تبدا تنفخ لكم كما كتشوفوا غادي نقلبها على الجهه الاخرى. هذه هي الطريقه باش غطيبوا المسمن. ها هي البنات راه قربت لكم اكثر واكثر. شوفوا تبارك الله ما شاء الله جات منفوخه. ما تخليوهاش طيب بزاف من الواجهه غير شويه وقلبوها باش تجي منفوخه من يعني منفوخه كامله وتجي مرقه من الداخل. هذه هي الطريقه البنات باش غطيبوا المسمن ديالكم في المقله في ديوركم ولا في القريه. الناس اللي عندهم المحلات وتيكون واحد النجاح كبير الاخوات غادي تسولوني على الثمن باش كنبيع المسمن في المحل 3 دراهم البنات باش كنبيعوا. ولكن هاد الايام زادوا لينا في الغازواله بدا غادي تكون واحد شويه ديال الزياده. المهم نقدروا نبيعوه ب 70 ريال 3 دراهم ونص. يعني صراحه راه غلات الوقت والغاز راه زادوا فيه. يعني مادام الغاز زادوا في الغاز حنا غنزيدوا شويه في السلعه. والله الاخوات ما كرهناش ولكن الغالب الله. وهنا تبارك الله ما شاء الله كيفاش جا المسمن ديالي تبارك الله مرقه الاخوات وكيشهي وبصحتكم وراحتكم الاخوات. وما فيها باس البنات نتوما كتفرجوا في هذا الفيديو خليوا لي واحد جيم الله يسهل عليكم ويرحم لكم الوالدين.